السلام عليكم، كي درتوا؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وان شاء الله فيديو جديد، وغادي نجاوب على واحد الكومونتير تحط ليا في الفيديو اللي فات. عاودي لنا كيفاش بديتي الدجاج. غادي نعاود لكم ان شاء الله في هذا الفيديو الطريقه باش كيفاش حتى بديت الدجاج، وكيفاش خدا الحمد لله خديت فيه نجاح بحال الكسيبه اللي كنت تندير في الاول. يعني كان واحد الاقبال على الدجاج، وكانت التعامل ديالي ولا الناس معايا مزيان الحمد لله. هو في الاول ما كانش عندي مشروع في الاول ديال الدجاج، يعني كبرنا كي كنقولوا مع الكسيبه مع الدجاج مع بيبي مع داكشي البلدي. اما هاد الدجاج اللي ولا دابا ما كنا زعما كنعرفوه، كنا كنعرفوا البيبي والدجاج والحجل وهادشي الخليط وداكشي، راه ما كانش شحال هادي ملي كنا كابرين مع والدينا ومع جدودنا، راه ما كانش هادشي الخليط. مهم انا اول دومين ديالي راه ما بديتوش بالدجاج. الناس اللي عارفيني راه بديت بالكسيبه الاخرى، بالماشيه الاخرى. هذا الشيء اللي كنت كنكسب في الاول كاع قبل ما نبدا في الدجاج. اول بديه عندي وهو الخروفات والخرفان، يعني حتى العجول ديك الساعه ما كانوش عندي الفلوس، ما كنتش كنقدر نشري العجل، ولو كان في الالفينات الخروف رخيص وحتى العجول كانوا رخاصين ماشي بحال الاثمنه اللي كاينه دابا. المهم اللي كانت قبل من هاد قبل ما يكون ما يقولوش راه ما كاينش العيد، راه كانت واحد الاثمنه خياليه. هو المهم هاد 3 سنين كامل اللي داز راه كانت الاثمنه غاليه، ولكن في الساعه اللي كنت كنكسب انا كانت الاثمنه رخيصه شويه. ورغم ذلك كانوا عندي فلوس هكا نشري خروف نشري خروفه، ما كنتش كناخذ العجول. مع الوقت طور المشروع من الخروفه والخروف للعجول البقرات ديال الحليب. يعني مشيت في الحمد لله مشيت في المجال مزيان. كاينه فيه كنقولوا حنايا بالدارجه ديالنا طرف الخبز. وبلاتي نكمل لكم كي جات الفكره ديال الدجاج. جات الفكره ديال الدجاج واحد النهار، واحد الولد باقي صغير قال لي تعمري معايا الفقاصه. قلت له ديالاش الفقاصه؟ قال لي ديال الفلاس، غادي تشري انت البيض وهذا وتكلفي بالمصاريف، ملي غادي ما يخرج الفلوس غادي نتقاسموا داكشي، تحيدي المصاريف ديالك واللي بقى راه نتقاسموا بعضياتنا. قلت ليه مرحبا. انا اي مشروع كيجيني يعني كنشوف ما فيش المشاكل وهذا كنقول بسم الله كنتوكل على الله. هي ديك صافي قلت له عندما انا تاخذ البيض؟ قال لي انا ناخذ عند واحد السيد. المهم عيط البيض، جا البيض خلصناه، عمرنا الفقاصه ديالو داك الساعه. الحمد لله. ديك التفقيصه كانت خرجت تبارك الله تقريبا راه 90% اللي خرجت لينا ديال نسبه التفقيص. عجبني الحال. درنا المهم حطيت الفلوس وداكشي. هو الفلوس كيكبر عندي، وشنو جاتني فكره باش ناخذ هادوك البيض اللي خداه هو عند اللي شريناه، اللي بغيت نجي نصحح لكم هذا اللي خديناه. قلت علاش لا ما نديرش نوجد انا عندي البلاصه وداكشي، نوجد العتوقات اللي قرابين للبيض، ما بقاش ناخذ البيض، نبقى ناخذ البيض من الدجاج ديالي بلا ما نشريه. دبرت على عتوقات، مشيت عند واحد السيد قريب ليا شويه، قلت له عندك العتوقات؟ بحهم لي حتى هو مسكين واحد الثمن زوين. يعني جاو واحد الشهر تقريبا ولا شهرين بداو كيبيضوا عندي، يعني الفقاصه كاينه. المهم راه خرجنا الفلالس. منين كبروا داك الفلالس وحيدنا ليهم الجلبه ديالهم كاملين، الجلبه الاولى والثانيه والثالثه 21 يوم، حطيتهم في البيع. يعني عطاو واحد الاقبال عن الناس يسولوني باغي الفلوس، كيجيو عندي الناس اللي باغيه الله تبدا. وكنت كنبيع ب 50 ب 30. سولت الناس زعما الفلوس قد هكا شحال نطلب في السوق. قالوا لي الاثمنه، ولكن انا كنت كنقص شويه، خصوصا الناس اللي كيجيو عندي الله غادي يبداو، اولا الدراري اللي كيقراو. جاو عندي بزاف ديال الدراري كيقراو خداو عندي الفلوس، وجاو عندي العيالات. الاغلبيه اللي كانوا خداو عندي جا عندي بيع وشري. واحد اللي خدا واحد الكميه عاود فيها البيع، لان قلت لكم انا كنت كنقص شويه الثمن، يعني ما نديرش الثمن اللي كاين في السوق. مع كانت البديه قلت نبدا هكا مزيان.
والحمد لله لقى واحد الاقبال ساليت. داك الفلاس كاملين اللي خرجوا بداو الناس كيعيطوا لي على الفلوس، قلت لهم صافي غادي نعمر الفقاصه الاخرى. يعني ديك البركه اللي جات قسمتها مع الولد، جات الفكره ديال الفقاصه، ناخذ الفقاصه لراسي. وفي نفس الوقت الا بانت ليا شي زعما شي قطيع ديال شي واحد باغي يبيعوه هكا عتوقات ولا كنمشي ناخذهم. يعني بشويه بشويه كبار تبارك الله عندي القطيع، وليت انا تاني كنبيع العتوقه. الناس يجيو عندي الناس يقول لك راه ما عنديش فين ندير الفلوس وخصو الضو هذا، بيع لنا العتوقات. وخا الناس يقول لي لا ما تبيعيش العتوقات، خليهم زعما يبيضوا عندك. هكا كنت كنبيع منهم والناس عجبتهم داك المعامله ديالي، بدا الاقبال اكثر من الماشيه اللي كنت كندير. يعني دائما تيعيطوا لي الناس على الفلوس، على العتوقه، على الفرارج، اللي باغي يشري شي حاجه، اللي باغي يدير مشروع، اللي باغي اي واحد باغي يدير شي حاجه كيتصل بيا. الحمد لله صافي عجبني الحال. انا بديت قلت نبقى ندخل كل مره سلاله، مره نجيب عتوقات، مره نجيب. بقيت كنقولوا كنتولع في الدجاج. الحمد لله بدا كيدخلني المصروف ديال النهار. مثلا كنجمع البيض كنبيعو، كنفقص، وبديت كنجمع شي حاجه. انا بحال دابا الخليط السلالات ما كنتش دايرها في الاول، كنت دايرها غير في يومي. اما البلدي كي قلت لكم راه كان عندي من قديم الزمان. البلدي راه كان عندي كيبيض غير في الغابه وتا تيجيبوا ولادهم. البيض ما كنتش الصراحه 100% كنبيعو، مره الاغلبيه كيجي عندي شي واحد اللي جا هكا الحباب تنعطيهم البيض، كان تيديو الدجاج كناكلوه حتى حنايا في الدار وداكشي. المهم مع العائله وصافي. منين جات هاد الفكره كي قلت لكم ديال الدجاج، يعني بدا عندي البلدي ما بغيتش نفرط فيه، خليته في واحد الجنب. بديت كنخدم كواره، كنت باغيه ندير كواره كبار ولكن ما خلاونيش نبني داكشي كيقولوا بلياجور لحقوا طريقه. بديت بالخشب، ولو بالخشب يعني خدمت الحمد لله. خدمت هذه دابا نقول عامين وانا في هذا الشيء، يعني خدمت فيه الحمد لله. كاين كليان، كاين مصروف اليومي. ولكن ما نقولوش راه كاين نعطيكم على الايجابيات، راه كاين السلبيات. راه المرات كيجي شي مرض الله يحفظ، راه الا ما عرفتيش تتعامل معاه راه كيمشي لك القطيع كامل. تعاملتي معاه مزيان وداويتي راه كتنقذ القطيع الاخر. ما نقولوش اني راه ما كاينش الموت، راه بعض المرات يموت لك فلوس. يقدر يتريش مثلا يكونوا فرارج عندك مجموعين في واحد الكاج كاملين بيهم في واحد الكوري، تيكونوا فراج كبار وفراج صغار. الناس اللي يلاه بادين ما يعرفوش راه فروج كيقتل فروج. يعني كاين الخسائر. انا في الاول كان تيوقع لي داكشي، كنخلي تعجبني داك المنظر ديال الفراج، كنخليهم هكاك مجموعين باش كيبانوا لي هكاك تيعجبوني. تنقول القطيع تيكثر وداكشي. ملي كيحقروا على شي فروج كيقتلوه. لهذا هذه هي البدايه بعدا ديالي باش بديت. ودابا الحمد لله غادا. يعني داك هذا المشروع ما بغيتش نحبس منه، رشتوني تنبدل. دابا تندير خليط السلالات. كنت الاغلبيه كندير الفيومي، وما كنتش كندير الفيومي الذهبي، كنت كندير غير الفيومي الفضي. وهكاك تباع الحمد لله. وقرقت منه، كناكلو البيض، كنبيع منه الحمد لله. دابا راه بديت كندخل سلالات اخرين، وكندير خليط السلالات البيع. في هاد الفقاصات الاخرانيين الاغلبيه درت الفيومي الذهبي، ودرت بعض السلالات. وعندي سلالات حره هذيك خليتها باش نكبر القطيع اللي عندي ان شاء الله، باش اللي بغى هكا البيض، اللي بغى الفلالس، اللي بغى هذا يكون عندي. ايوا هذه هي اول بدايه اللي كنت بديت مع الدجاج، هذا مشروع الدجاج. والحمد لله رانا مازال غادا فيه. الفيديوهات الماجين دابا نتمنى بعدا نكون جاوبت السيد اللي خلى لي في الكومونتير كيفاش بديتي الدجاج. والفيديوهات الماجين غادي ندير لكم سلسله، كل مره نقول لكم شنو هما. غادي نهضر لكم على الدواء، على التعامل مع الدجاج، على بزاف د الحوايج. سينوني فيديوهات ماجين ان شاء الله. واللي تفرج فيديو تابونا وشي كومونتير زوين، واللي بغى شي حاجه يخليها لي في كومونتير، ولا اللي بغى شي فيديو نحطو لكم بحال هاد الفيديوهات هكا خليوها لي في الكومونتير. وبارطاجيو فيديوهات مع ناس اخرين باش تعمل فائده. الى اللقاء في فيديو ماجي ان شاء الله.